السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد. اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. النهارده بقى معانا يا حبايبي تجهيز بقى شنطة البحر. هو ده اصلا كان يعني يوم واحد يا بنات، مش مصيف، يعني المصيف ان شاء الله لسه. فانا ده كان يوم بس، فبرضو قلت اجهز معاكم بقى الشنطة بتاعته. اول بقى حاجة هنا معانا الزيت ده، الزيت الازرق ده بتاع بنتي، والزيت التاني ده اللي هو دبر املة ده بتاعي انا. انا عشان بستخدم لبنتي زيت يعني هي زيت وانا زيت وكده، فقلت ايه لازم اخد الاتنين يعني. بس وده بقى الشامبو اللي قلت بقى يعني ايه عشان اما اجي احمي اولادي يعني اغسل لهم شعرهم بيه وكده. هنا ده فازلين بتاعي انا، ده كان عشاني انا يعني من حاجتي انا. ودي بقى التوك لبنتي، انا بحب اعمل لها تسريحه معينه كده في البحر، فخدت يعني التوك دي حاجات كده بسيطه كده يا بنات عشان هو بس كان يوم واحد بس. ودي بقى الفرشه بتاعتي، انا اصلا بحب الفرشه دي جدا يعني برتاح اما بسرح بيها ليا او لبنتي يعني. وده البرفن، وده التنت يا بنات، ايوه هو لونه اورانج كده. ودي بقى المسكرة بتاعتي، وده كان روج، يعني حاجات كده بسيطة كده اليوم واحد يعني. واهم حاجة بقى، اهم حاجة في اليوم ده الصن بلوك. ده اهم حاجة، ده اساسي عندي، ده لازم. من غيره اصلا ما معرفش اروح البحر، فده اهم حاجة يا بنات عشان بجد بجد بيحمي البشرة واي جزء. يعني انا اولادي بحط لهم في ايديهم ورجليهم ووشهم وكده، بجد بيحمي معاهم حتى في المصيف يعني. اكتر حاجة يعني ممكن تشوفون بعد المصيف على اولادي ان هما بس بيسمروا شوية مش كتير، يعني حاجات بسيطة، ولا بقى تقشير ولا وجع ولا احمرار ولا اي حاجة خالص. فبجد ممتاز صن بلوك ده يعني، ده لازم يعني. بس دول بقى كده اول جزء بقى في تحضير الشنطة زي ما شفتوا كده. هنا بقى حطيتهم في كيسة دي، وبعد كده هحطهم بقى في الشنطة. ده بقى المايو بتاع بنتي. ايه رأيكم بقى يا بنات؟ هي عندها كذا واحد وكده عشان السباحة زي ما انتوا فاهمين. بس انا خدت ده بقى، هي اختارت ده يعني. وده بقى كان بتاع ابني. يعني يعني المايوهات يعني، مايو بتاعي وبتاع ابني وبتاع بنتي. وخدت برضو يعني حاجة زوجي وكده. ده بقى المايو بتاعي. يا رب يكون واضح ليكم يا بنات. ايه رأيكم بقى في لونه يا بنات؟ يعني شكله حلو يعني ولا؟ بس دي كانت السلوبيتا، وده بقى الجزء اللي فوق. انا الالوان دي صراحة شدتني يعني، عجبني اول ما شفته. انا كان عندي اللي هو المايو بتاعي التاني اسود، بس ده انا الوانه شدتني صراحة اول ما شفته فحبيته فجبته يعني. بس ايه رأيكم بقى يا بنات؟ حسيته يعني الوانه جديدة كده، اللي هي الالوان كتير في بعض كده فعجبني يعني. بس وهنا بقى كان الشورت بتاع زوجي، حاجة زوجي يعني. عادي معتدل، الرجالة بيبقى شورت وتيشيرت. هنا بقى التيشيرت بتاعه، اصلا التيشيرت ده كان جايبه يعني، هو كان جايب تيشيرتات وكده وده كان من ضمنهم. فما كانش لسه لبسه يعني، فقلت حظه بقى بوريكم. مرضتش اشيل التيكت إلا لما اوريهولكوا يعني وكده. ما اتلبست خالص يعني يا بنات، فحظه بقى يعني، هو نفع صراحة في البحر.
وكان لايق برضو على الشورت فاخدته. بس وده بقى كان البونيه بقى بتاع المايو بتاعي انا. يا رب يكون باين لكم يا بنات رسمته من قدام، تحسوا ان كذا طبقه كده على بعض. وده البونيه التاني، بس ده كان بتاع بعد ما بغير يعني وبقعد على البحر وكده. ده مش يعني ده على طقم كده عادي. بس وخدت بقى برضو فوطة مطبخ، انا بحتاج بقى فوطة مطبخ معايا. وباخده يا بنات برضو خيط وابرة، انا نسيتهم على فكرة. هتقولوا لي ليه خيط وابرة؟ هقول لكم بجد بينفع. ممكن حاجات كده يحصل اي حاجة طوارئ هما مش هيخسروا يعني، حاجة بسيطة يعني حاجة صغيرة مش حجمها تقيل يعني انها تضايقكم، بس والله بتنفع. وده كان البورنوس بتاع بنتي، يعني اي حاجة بتنفع والله يا بنات. فانا للاسف ما خدتش واحتاجته على فكرة يا بنات. هنا ده بقى كان فوطة، وخدت برضو بشكير. يعني انا بقول لكم عليه عشان بعد ما رحت وكده احتاجته، فعشان كده بقول لكم مش هيخسر حاجة لو اخدتوه يعني وحطيتوه كده في الشنطة. وده بقى بتاعي انا برضو لون المايو برضو. ودي الكتافات بتاعت ابني. انا صراحة خدت لهم كل حاجة، فاللي هم كانوا بقى عايزينه بقى ايه كانوا بياخدوه يعني. خدت الكتافات دي بتاعت السباحة بتاعته. وخدت بقى العوامة دي كانت لبنتي يعني. انا عندي كتافات، عندي 2، عندي الكتافات بتاعت مريومة من وقت برضو ما كانت بدأت، فكانت بحالها برضو، بس دي بتاعت ابني يعني. التانية كان لونها بناتي اكتر. وده برضو ودي عوامة تانية برضو. وخدت برضو العوامة الصغيرة دي بتاعت ابني. يعني خدت عوامتين كبار والكتافات والعوامة الصغيرة دي لابني. وهنا البني بقى اللي فيها اورنج دي واخضر وازرق دي بتاعت ابني، والتانية بتاعت بنتي. والنضارات وهنا بقى الالعاب بقى وكده. على فكرة كل الحاجات تقريبا استخدمتها يعني او اولادي استخدموها. ودي بقى النضارة بتاعتي انا. ايه رايكم بقى يا بنات؟ بس هنا بقى كده كنت خلاص كده، هعتبر كده جهزت بقى الحاجة كلها زي ما انتوا شايفين كده. وللاسف برضو انا مصورتش معاكم يعني الكاب بتاعي وبتاع زوجي وكده، بس اخدت كابات برضو. ده بقى اللي بوريكم بقى الطقم بتاع ابني اللي كنت هلبسهوله. ايه رايكم بقى يا بنات؟ وده كده الحزام بتاعه. ودي بقى السلسله كده بتتعلق في البنطلون، بس شكلها جميل برضو يا بنات. يعني الطقم كله على بعضه شكله جميل يعني. بس وده بقى التيشيرت بتاعه. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. اللي ما اشتركش بقى في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ما تنسوش بقى اللايك يا بنات. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.